السلام عليكم ومرحبا بكم معنا في الفيديو الجديدة اللي كتجي قبل من الماتش اللي غيجمع ما بين فريق الرجاء البيضاوي والمغرب الفاسي. البطولة الوطنية كتعود لنا من جديد بعد انتهاء منافسات كأس العالم قطر 2022 واللي تألق فيها المنتخب الوطني ووصل نصف النهاية. البطولة رجعات من بوابة الدورة التاسعة اللي غتكون القمة ديالها هي المقابلة اللي غتجمع ما بين الرجاء البيضاوي والمغرب الفاسي نهار الثلاث مع 6 وربع مركب محمد الخامس. كاع الحوايج اللي كيتعلقوا بهذا الماتش واللي خصك تعرفهم انت كرجاوي جبتهم لك في هذا الفيديو، اخبار الفريق، التشكيله المتوقعه، وكذلك بعض الارقام على المواجهات السابقه ما بين الرجاء البيضاوي والمغرب الفاسي وحوايج مهمين اللي غندويو عليهم في هذا الفيديو ديال اليوم. ما تنساوش تكملوا معنا الفيديو حتى الاخر، لايك والكومونتير. الناس اللي ما مابونينش يتابوناو معنا في لاشين واكتيفيو النوتيفيكاسيون باش يوصل لهم ديما الجديد. ونبداو. قبل ما ندويو على التفاصيل ديال هاد المواجهه ضروري من نديرو واحد الفلاش باك خفيف ونشوفوا كيفاش سال فريق الرجاء البيضاوي قبل من مرحله التوقف. الرجاء سال بجوج انتصارات مهمين اللي كانوا على كل من فريق الفتح الرباطي داخل الميدان ب1-0 وعلى شباب السوالم خارج الميدان ب4-1، وسال المرحله الاولى من البطوله في المركز الرابع ب12 نقطه. من بعد اللاعبين خداو فتره ديال الراحه وعادوا للاستعدادات من جديد ما بين الاكاديميه ديال الفريق وملعب الوزيز وكذلك المعسكر اللي كان بالجديده. هاد الفتره هادي الفريق خدا مجموعه من المقابلات الوديه امام كل من فريق الترجي التونسي، مولوديه وجده، وسريع واتزم، ومجموعه من الفرق. كان من المتوقع ان الفريق يخوض مباريات دوليه في معسكر مغلق في الامارات، وحده اخرى امام فريق سيفيا الاسباني، وحده اخرى امام فريق نابولي الايطالي، ولكن حتى شي وحده فيهم ما صدقات. واكتفى الفريق باجراء مباريات وديه امام فرق من القسم الوطني الاول والثاني واحيانا بالهوات. بخصوص المقابله ديال نهار الثلاث، المجموعه ديال فريق الرجاء البيضاوي غتكون كامله حاضره ومتاحه للمدرب منذر الكبير اللي يقدر يعتمد على اي لاعب، خاصه وان الفتره التوقف اتاحت لي الفرصه باش ترجع جميع اللاعبين المصابين بحال المذكور وعبد الحي الفورسي وانس الزنيتي اللي ما شاركوش في المباريات الاخيره اللي كانت قبل من توقف البطوله الوطنيه. هادشي علاش التوقع ديال التشكيله ديالنا غيكون على الشكل التالي: بحراسة المرمى انس الزنيتي اللي غادي يستأنف المنافسه مع فريق الرجاء البيضاوي من بعد الغياب ديال جوج المقابلات. في الدفاع محمد الناهري ومحمود بن تشيك مع كل من مروان الهدهودي وجمال حركاس. في الميليو تيران من المنتظر انه يكمل بالميليو اللي حقق بيه نتائج مزيانه واللي كان فيه كل من اهولو ومكعازي وكذلك زريده. وفي الهجوم فمن الممكن انه يكون بوزوق، حدراف، وحمزه خابه. التشكيله ديال غدا اللي غيدخل لها المدرب ممكن ما تكون عندها حتى شي علاقه مع التشكيله هذه، لانني بنيتها على نتائج اخر المباريات اللي خاضها فريق الرجاء البيضاوي وكذلك على بعض المباريات الوديه اللي كان الملخص ديالها متاح لينا كجمهور. وهذا التوقف غيخلي متغيرات كثيره، ونتسناو نهار الثلاث ونشوفوا التشكيله اللي غادي تدخل، واللي كنتمنى هو انها تحقق المهم اللي هو 3 النقاط. الفريقين بجوج سبق لهم وتلاقاو في 118 المواجهه طيله المسيره ديالهم، انتهت 43 مقابله من انتصار فريق الرجاء البيضاوي و33 من انتصار فريق المغرب الفاسي، فيما انتهت 42 مقابله بالتعادل. اخر جوج ماتشات جمعوا بين الفريقين كانوا بمناسبه الموسم الماضي، انتهت المقابله الذهاب ب1-1 مركب محمد الخامس وبتعادل 0 لمثله مركب الكبير بفاس. المقابله ديال غدا غتعرف حضور جماهيري كبير ما شك فيه، لان كلشي موحش التيران، خاصه وان الجمهور ديال الفريق المغربي الفاسي اعلن على تنقل كبير لمدينه الدار البيضاء. الجمهور ديال الرجاء البيضاوي فهو كما كل مقابله غادي يكون حاضر وغيساند الفريق ديالو حتى لاخر دقيقه، ونتمنى ان شاء الله تكون 3 بوين من النصيب ديالنا. هنا نكونوا قلنا كلشي في هذا الفيديو ديال اليوم، وحاولت نقربكم فيها من المقابله اللي غتكون قمه الدوره 9، ونتلاقاو في فيديوهات اخرين ان شاء الله.